وهون بدي ما في انسى السبورت اللي كنت عم باخده من رزان. كانت داعمه لك. كان داعمه كثير لانه رزان كمان خسرت امها بالكانسر. صح. وكنا عم نحكي كثير انا وياها عن الموضوع، وعم بتقول لي قد ايه هذا الدور انه ات ويل دامج يو، رح ياذيك كثير ويدمرك وهيك. فكنت كثير دائما انه تطمن علي بعد كل يوم هالقد صعب، او تحكيني او تبعث لي مسج او هيك، بس لتحسسني انه في سبورت معين. خلونا نشوف من مين اول سؤال. خلقت بنتك سيان لما نحن كنا عم نصور مسلسل الثمن، وبعرف قديش انت كنت مبسوط وقديش كان بيعني لك انك تكون حاضر لما تخلق وتحطها على قلبك وتحسها. فشو غيرت فيك الأبوة وشو النصيحة يلي بتعطيها للبيت الجديد؟ سؤال من صديقتك الممثلة رزان جمال، شو جوابك على سؤالها؟ هاي رزان أول شيء. غيرت فيه الأبوة إنه صرت بمحل كتير انتبه على حالي أكتر يمكن، أو عم جرب انتبه على حالي أكتر. يعني أنا حدا بالحياة يمكن لأنه أهلي اثنيناتهم راحوا ما كتير كان يهمني إذا بموت أو لا، ما بنتبه على صحتي أبدا. ومرتي كانت ضلت تقول لي وما كنت حس، لأنه يمكن باللاوعي تبعي إنه مرتي هي إنسان كبير، فحتى إذا أنا مش هون هي تمام. بس لما صار في بنتي صرت أكتر حس إنه حياتي مش بس ملكي، يعني لازم أكون منيح كرمالها، ما بدك تخليها تعيش الفراق. هيدا بحس أكتر شيء